النهاردة عندنا محاضرة مهمة جدا هنتكلم فيها عن شيء يؤرق كتير جدا من الناس ومن حبايبنا، وألا وهو مرض السكر. دلوقتي بإذن الله هنكون مع أستاذة شادية الرائعة اللي دايما بتبهرنا بالمحاضرات المهمة جدا، اللي بتحكي لنا إزاي نقدر إن إحنا نهتم بصحتنا بشكل سلس وسهل وجميل ويهتم به الجميع، لمشاكل صحية تؤرقنا وتؤرق كل حبايبنا اللي عندهم كتير مشاكل، خاصة مشاكل السكري وما يتبعها من كتير من المشاكل الصحية، اللي أنا ليا قصص ممكن نتكلم في نهايتها اتسببت في وفاة أشخاص عزيزة عليا جدا، منهم أشخاص وصلوا للعمى قبل الوفاة بسبب مرض السكري. فأتمنى نركز بشكل كبير جدا 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 في محاضرة النهاردة، لعلها ممكن تكون سبب لإنقاذ حياتك أو حياة ناس عزاز عليك من تحسين المشاكل والأمراض اللي عندهم. أستاذة شادية، المايك معاك. اشكركم جدا واشكر استاذ مصطفى. الابلاين بتاعي المباشر. فان شاء الله نتوكل على الله ونبتدي نفتح المحاضره بتاعتنا. الله يبارك فيك يا استاذه اماني، الله يبارك فيك. ميرسي ليكي. ان شاء الله تقدروا تستفيدوا منها، خاصه المحاضره عن السكر. وانا بس ركزت خالص على السكر نوع تاني، لانه مرضى السكر كلهم على بعض في منهم 90% عندهم سكر نوع تاني. فتخيلوا يعني، لو احنا عندنا مرضى سكر 90%، ده رقم كبير جدا للسكر نوع تاني، لانه اما بيجي وراثي او انه بيجي بنمط اكل غير صحي، يعني بيجمع بين الاثنين. فان شاء الله تبقى الدنيا بخير. الله يبارك فيك يا زرية، الله يبارك فيك. ان شاء الله ان شاء الله اتمنى ذلك، اتمنى ذلك يا رب. بعد كده عندنا إحصائية مرض السكر للدول العربية، الدول كلها يعني، الدول العربية فقط. فهنجد بصوا كده عندنا الإحصائية دي برضو 2021 تقريبا. هو كل 5 سنين بيتعمل إحصائية يا جماعة. فالإحصائية دي بتقول إن مصر هي رقم واحد في مرض السكر. كانت الامارات رقم 3. بصوا مصر الامارات في فتره كده ما شاء الله بقوا عندهم، بس ما عندهمش رقم. السعوديه هي رقم 2، وبعديها الدول السودان والمغرب كلهم بقى جاي ورا. فانا بشوف ان اعلى نسبه سكر موجوده في مصر ويليها السعوديه. ده اللي احنا ممكن نقوله في الرقم بتاع الاحصائيه يعني. هنبتدي نتكلم عن انواع مرض السكر عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم عن ايه. اه الرقم ده 10، دي اللي هي 10 مليون شخص عنده مرض سكر. 10 مليون و900 10 ألف. مليون و900 ألف، يعني بتتكلم في حوالي 11 مليون شخص في مصر. يعني تقريبا. احنا بنتكلم في نسبة حوالي 9% من عدد سكان مصر، اللي هم صح كده. أصلا ما يعادل عدد إجمالي دولة مثلا زي دولة الأردن. إجمالي عدد كل سكان الأردن بكل الجاليات اللي فيها عندهم سكر عندنا في مصر. فعشان تفهموا ان احتمال يكون كل بيت في مصر احتمال يكون فيه مريض سكر. ده كده على الأقل يا كابتن، على فكرة على الأقل كل بيت فيه واحد من مرض السكر نوع تاني. أنواع السكر عندنا، احنا مسكرين فعلا يا مان. عندنا السكر النوع الأول. في الحقيقة السكر النوع الأول ده مناعي، نقدر نقول عليه مرض مناعي. ليه؟ لان احنا عندنا في فيروس الجين بتاعه يشبه جين اللي موجود في خلايا بيتا اللي موجوده في البنكرياس. يا جماعه البنكرياس في تكوينه في جزر اسمها جزر لانجرهانز، حاجات كده يعني عامله زي الجزر فعلا، شكل الجزر. جزر لانجرهانز دي فيها اصلا خلايا اسمها خلايا بيتا. خلايا بيتا التركيب الجيني لها شكل الفيروس اللي ممكن يدخل الجسم. اعلى او اشهر فيروس فيهم اسمه كوكساكي. كوكساكي ده خلايا بيتا تقريبا بينهي عليها فبيدمرها. عشان كده بتوع النوع الاول اما يكون عندهم بقايا خلايا بيتا اللي باقي الناس لو اما سامعين يكتبوا رقم 2 في الشات. كملي. اما انه يكون هو عباره عن يقطع لي ويدمر لي الخلايا كلها، او يسيب لي قليل منها. وعشان كده مع فيل جريد انتوا ممكن نحسن النوع الاول، لكن ما بنحلش مشكلته. النوع الاول هيفضل طول الوقت بياخد انسولين. ده بالنسبه للنوع الاول. ممكن تبقى حاجات تانية، نقص فيتامين د،
واحده بتاكل ابنها وهو صغير اكل صلب، فيجي له برضو النوع الاول. استاذ شريف بيقول انا ما سمعتش المقدمه. المقدمه كانت احصائيه يا استاذ شريف، احنا لسه في البدايه. اسمعها في التسجيل يا استاذ شريف. طيب كده بالنسبه لنا احنا لسه في البداية. طبعا أنا بهزر معايا يعني. لا لا بحب انكش. ابدا. ماشي. اتفضل. عندنا بعد كده السكر نوع تاني. اتمنى تكونوا استوعبتوا سكر نوع اول، لان في ناس كتير تيجي تقول لك انا عندي سكر نوع تاني، نوع اول. فده على حسب هي عندها ايه اللي حصل عندها، عشان يقول لا والله. بس عاده في الجريد فعلا الشريحة التانية سكر نوع تاني مش وراثي. ممكن يكون وراثي لو الأم والأب عندهم، يعني لو الأم عندها احتمال وارد جدا إنه يجيني، لو الأب عنده والأم عندها يبقى الاحتمال عالي شوية. هو ناتج في الأصل، ناتج نمط أكل غير صحي. باكل باكل اسمنت، جاني سمنة، جاني ارتفاع ضغط دم، جاني ارتفاع كوليسترول، دهون ثلاثية. تقدمت في العمر، على فكرة لما بتقدم في العمر بيجيني، لأن الهرمونات في جسمي بتقل، فعشان كده بيجيني، ممكن يجيني وأنا كبيرة مرض السكر النوع التاني. الجسم هنا بيقاوم، أو ما الخلايا ما بتستجيبش للأنسولين. لما ما تستجيبش هنقول عليها دي مقاومة أنسولين، ودي بوابة السكر النوع التاني. عادة بتظهر بعد سن ال30 في الأغلب، بيظهر مرض النوع التاني عند سن ال30. يا رب تكونوا سامعين صوت. السكر النوع التالت ده يا جماعة الناس اللي عندها أمراض، يعني عنده التهابات مزمنة في البنكرياس، عنده أورام، عنده أمراض في الغدد الصماء، والبنكرياس من الغدد الصماء بالمناسبة. الغدد الصماء دي يعني إفراز البنكرياس بيفرز في الدم مباشر، ما يفرزش عن طريق قناة، يعني لازم ما يبقاش له أنبوبة ينزل فيها الأول العصارة بتاعته، فبنقول عليها غدد صماء. امراض الغدد الصماء زي زياده الافراز، الغده النخاميه، الدرقيه، الفوق كلويه اللي هي الكظريه، بنقول عليها فوق كلويه. الامراض بتاعتها لو زاد الافراز تعمل لي سكر نوع ثالث. في عندي استخدام الادويه، كورتيزون مثلا بيجي له سكر نوع ثالث. امراض العقاقير مدرات البول. سكر الحمل ده بيجي، وهقول بس هنا ليه، لان الحامل هرموناتها ما بتقبلش السكر. ممكن الهرمون عندها نفسه حامل، وهي حامل هرمونها ما يتقبلش السكر، فيعمل لها مقاومة انسولين، فيجي لها سكر في الحمل. ده بيظهر عندها في الشهر الثاني، او بيظهر عندها في الشهر الثالث، فعادة بيختفي بعد الولادة. ولو ما اختفاش بيرجع لها وتشخص سكر نوع تاني، ويبتدي العلاج معاها كسكر نوع تاني. شكرا يا كابتن. مرض السكر نوع تاني، واحنا هنبتدي بقى نشتغل عليه خلاص. هو عبارة عن اضطراب مزمن جدا، يعني اما اقول اضطراب في التمثيل الايضي يعني الاكل بتاعي ما بيتحرقش، فده نقول عليه تمثيل غذائي، او اقول عليه ايض مزمن، يعني انا عندي مشكلة في هذا الموضوع. السكر ده عشان اعمل له، جسمي بيعجز عن تنظيم هذا السكر بشكل طبيعي. لو انا من النوع الاول يبقى انا عندي غياب انسولين او نقص انسولين. لو انا من النوع الثاني يبقى انا عندي مقاومه خلايا جسمي للانسولين نفسه، يعني عندي مقاومه انسولين. كده اتشخص امتى؟ اتشخص نوع اول او نوع تاني، ده في مرض السكر النوع الاول والتاني. عندي جانب وراثي. انا اتكلمنا عن الجانب الوراثي هنا يا جماعه، برضو الكلام يمكن كلنا عارفينه، ان انا الجانب الوراثي ان انا يبقى عندي، انا خدته من امي، خدته من ابويا، مش شرط، ممكن يكون جد جد جدي، عشان كده بنقول عليه وراثي، يعني هو موجود على الجين بتاعي، هذا النوع من انواع السكر. وده بيكون بيساعد على الإصابة بيه العوامل السلوكية بتاعتي، أو نمط الأكل، أو البيئة اللي أنا عايش فيها. ده أنا بساعد، مش شرط إن أنا يبقى عندي سكر وراثي نوع تاني إن أنا هأصاب بيه. لازم أحافظ على أكلي وأحافظ على ميزاني عشان لا أصاب بيه، في الغالب ما بيحصلش يعني. يعني عشان يعني كده احنا يعني كاتبين انا إنه انا حتى لو كان هو موجود عندي وراثي، وانا نمط غذائي جيد، ده لا الا باخره لا الا ممكن ما يجيليش اصلا. ممكن غالبا، يعني غالبا بيبقى موجود، لكن انت لو حافظت عليه ممكن ما يجيلكش، ممكن. جميل.
ما يجيش. حلو. فدي هي دي ولو الميزه. ما عنديش حتى وراثي، ممكن انا اللي اكون سبب ولو ما توريثه. عندكش، لا اصلا. يعني. ايوه، ما لا، هو هيجي لي وهجيب ايه، السلاله بتاعتي كلها بعد كده اجيب لهم المرض. هو هو ده ممكن حرفيا طبعا، اللي ممكن بيجيب يحصل معانا لخبطه لنفسه الاكل ولاهله ممكن. المرض. ايوه. فعشان كده بنقول ايه، لو النمط الاكل غير صحي، لو انا مش بمارس رياضه، انا ما بحرقش يا جماعه. عمليه الحرق دي مهمه جدا، وهنتكلم عنها في اللي جاي. التوتر هيرفع لي هرمون الكورتيزول. السمنه خاصه منطقه البطن، ولذلك الناس بتبقى قلقانه من منطقه البطن. الاربع حاجات دول لو جوني، يبقى انا هيجيني، يعني مؤهلا يجيني مرض سكر نوع تاني. نبص على نمط الحياة. نمط الحياة عندي ناس ليها تاريخ عائلي مثلا، ممكن تصاب ما عندها سوري، ما عندهاش تاريخ عائلي. طب ازاي هتصاب؟ هي اللي هتجيبه لنفسها بقى. السهر والإجهاد، قلة النوم، توتر، على فكرة كل ده بيرفع لي هرمون الكورتيزول. ضعف الكبد ومشاكل الكبد. لو انا عندي مشاكل في الكبد، الكبد بيبتدي يديني جلوكوز وانا اوريدي عندي جلوكوز. يعني الكبد يبتدي يفكك لي لوحده ويزود لي افراز الجلوكوز، وانا اوريدي عندي جلوكوز. عشان كده بقول المشاكل الهرمونيه لما بتتوجد، لما يجيني عندي ضعف في الكبد، احتمال هو اللي يجيب لي كمان سكر نوع تاني. دراسات احنا اتكلمنا عليها. عندنا لو الام، يبقى النسبه من 30 ل 40% يجيني سكر. لو الاب والام، النسبه بترتفع وبتبقى 70% من اولادهم يجي لهم سكر. لكن لو غيرنا نمط الحياه، بنأخره او نمنع الاصابه بيه، على حسب انت هتمشي ازاي في حياتك. هو عشان كده ما في بنقدرش سؤال بيقول نجزم. دي معتمده على كيف الفرد نفسه. كيف يعمل على تنظيم السكر في نعم. الدم؟ بس احنا قول لي تاني. احنا قدر المستطاع، اللي عنده سؤال عادي ممكن يكتبه في الشات، لكن هنجاوب في نهاية المحاضرة ان شاء الله. يعني احنا ان هنجاوب شاء على الله. كل الأسئلة اللي بتتكتب. اكتب في الشات مفيش مشكلة، بس الإجابات هتكون في نهاية المحاضرة. تمام. ان شاء الله. ان شاء الله. كده ان شاء خلصنا الله. نمط الحياة. ايوه. عندي محاور للسكر، او يعني نقول الحاجات المسؤوله عن ايجاد السكر من النوع التاني. ان يبقى عندي اضطراب في السكر، عندي مقاومه انسولين، عندي ارتفاع كورتيزول. اذا مقاومه الانسولين على فكره مرتبط بده كله، بس احنا بنتكلم عن كل واحد لوحده. نقص المغذيات هنا يا جماعه، لما بقول نقص المغذيات الدقيقه، اقصد بيها المعادن. اعتقد ان الفلجريت مغطي لي موضوع المعادن، مغطولي تماما. او ان الكبد يبقى فيه سموم ومش قادر يتخلص من السموم، يجيني سكر. يبقى عندي اسباب لوجود السكر في الدم، سكر نوع تاني. كده انا قلتهم، بعد كده هناخدهم واحده واحده. اضطراب السكر يعني الجسم مش قادر، عنده اختلال، عنده عدم اتزان في موضوع انه يحافظ على مستوى السكر في الدم. انا كنت حاطه هنا رقم، بس دي واحده، ما حدش يعني ما حدش يعني محتاجه شرح حاجات تانية يعني. الاضطراب عندي على شكلين. اما ان يكون بعد الاكل، فممكن الانسولين يطلع عندي او السكر يطلع عندي ويرجع ينزل تاني، او اثناء الصيام. واحنا بنصوم رمضان، الكبد هو اللي بيديني سكر، مش حد تاني. يعني اوعى تفكر ان انت صايم ما عندكش سكر في الجسم، لا انت عندك. ودي ميزه عندنا واحنا بنشتغل على الصيام المتقطع مع فيل جريد. انت ما زال عندك سكر في الدم، الكبد بيديك. ما عندوش يديك سكر يعني، هيبتدي يكسر لك من البروتينات ومن الدهون ويديك السكر اللي انت عايزه. سكر ممكن الاضطراب ده او عدم التوازن ده، يبقى انا عندي انسولين زياده، او عندي هبوط في السكر، فيديني برضو. ده نوع من انواع الاضطراب. اسباب الاضطراب ده مقاومه الانسولين، او ان الانسولين ضعيف ما بينزلش كتير، او ان الكبد تعبان فما عندوش، لان الكبد بيعمل تنظيم سكر يا جماعه. الكبد بينظم السكر في الدم، فبيعمل لي تنظيم سكر. او الغده الدرقيه، لان هي كمان منوطه بانها تحرق لي نسبه سكر. او نمط الاكل عندي، باكل كربوهيدرات، يعني باكل حلويات، سكريات، نشويات، فالسكر عندي عالي كتير. او الكربوهيدرات، انا اسفه ديت فيها غلطه معلش. الكربوهيدرات البسيط اللي هو الحلويات والسكريات، ده اللي احنا نقصد.
كده يبقى احنا بنعرف يعني ايه اضطراب السكر في الدم، هيعمل لي ايه، وكم شكل ليه، واسبابه ايه. نيجي على اللي بعده، هرمون الانسولين. عشان نتكلم عن مقاومة الانسولين لازم نكون عارفين هرمون الانسولين اللي موجود في البنكرياس، اللي جوه خلايا بيتا، اللي هيديني او هيفرز لي هرمون. الهرمون ده بينزل في الدم مباشر، واحنا قلنا عشان غدة صماء فينزل في الدم مباشر. نزل في الدم مباشر على طول بيروح ناحية الامعاء، عندها اوعية دموية واعصاب، فبتديني هي كمان جلوكوز، يتلاقوا مرتين في الدم، يبتدوا يتحركوا ويخشوا على الخلايا. دخل على الخلايا، الخلايا استقبلت. على فكرة الخلايا ممكن تطرد، سوري تطرد جزء، لكنها استقبلته. هي اللي سمحت لان الهرمون الانسولين يدخل السكر في حته اسمها ميتوكوندريا، بيتحول فيها السكر لطاقه، اللي هي دي مرحله الايض السليم، فيبتدي يتحول الى طاقه جوه الخلايا. بتبدا عمليه الحرق نتيجه وجود انزيمات. الخليه بتشتغل كانها بني ادم جوه، بتاخد اكسجين وتحرق بيه. لما اقول لك حرق اعرف ان في اكسجين، انا بحرق سكر يعني في اكسجين بيتحد ويتم عملية الحرق. طب يخرج ايه؟ زيه زيك، هيخرج ثاني اكسيد كربون وميه. عشان كده بنقول عليه تنفس خلوي، هتتنفس بس الخلية هي اللي بتتنفس مش انت، فهنقول عليها التنفس الخلوي. ممكن الخلية تاخد جزء من الجلوكوز وهي مكتفية بيه، طب الباقي يتخزن دهون، يبقى احنا خزنته وحولته لمواد دهنية تترسب جوه الخلايا، وقصدا داخل خلايا الكبد. وهنا بتيجي مشكلة الكبد فعلا. هرمون الانسولين هيساعدني على اني استفيد جدا بالجلوكوز من عملية اللي ناتج من عملية الهضم، ويساعد على ان الخليه تستهلك الجلوكوز في صوره طاقه او ترسله لي بقى دهون في الخلايا. ده عمل هرمون الانسولين، دي شغلته. اما نيجي نتكلم عن في اولويات، المخ وكرات الدم الحمراء يا جماعه بيوصلها بيوصلها السكر من غير انسولين، عشان نبقى عارفين امتى بقى يحصل. لو في مقاومه انسولين عاليه جدا المخ ما يقدرش يوصل له السكر كتير. في الحاله دي بيجي لنا حاجه اسمها الزهايمر. عشان نبقى عارفين ان الزهايمر ده بيجي منين، بيجي من سموم الكبد، وبيجي من ان مقاومه الانسولين تبقى عاليه قوي فالدم ما يوصلش. لو الكلى والكبد، عند الكلى والكبد اللي بيحصل انهم بيتصرفوا، انا سميتها اداره الازمات. انا عندي ازمه في السكر ومفيش سكر، الكبد والكلى هيتحركوا، هيحولوا الدهون او يحولوا البروتينات، ياخدوا منها سكر ويدوا الجسم ويمدوه بالسكر، لان الجسم شغال على السكر. هرمون الانسولين مسؤول عن انه يحافظ على مستوى السكر بنسبه معينه. لو النسبه دي زادت بقيت انا مريض سكر. ان احنا نستغل الجلوكوز اللي موجود في جسمنا وفي اجهزتنا بانه كله يتحول لطاقه. الزياده هتبقى دهون وهتبقى سمنه وهتبقى مقاومه انسولين، وكل الامراض اللي احنا بنتكلم عنها واللي بيحل لنا مشكلتها برنامج الفيلجريد. الانسولين، خلاص ماشي يا كابتن هشتغل عليها ماشي. لا لا لا، خليك ما فيش مشكله. مقاومة الأنسولين بتبقى حالتي طبيعية جدا، أنا قادرة أتنفس وقادرة أتحرك وقادرة آكل وقادرة أشرب، دي اسمها حالة فسيولوجية. آه، في الحالة الفسيولوجية لو الخلية فقدت حساسيتها للأنسولين يبقى أنا لخبطت الحالة دي. حساسية اتلخبطت يعني أنا بدأت يبقى عندي ممكن يكون عندي كمية كبيرة من الأنسولين في الدم وأنا مش حاسة بيها، هي دي مقاومة الأنسولين. حتى الحالة الفسيولوجية اللي عندي ممكن تأثر وتعمل لي مقاومة أنسولين. يبقى النتيجة إن الجلوكوز مش هيخش الخلية ويتراكم جوه الدم فيتحول عندي لدهون. البنكرياس هنا هيضطرب. احنا عندنا مشكلتين في البنكرياس، ان البنكرياس ممكن يبطل يشتغل، انا تعبت، انا زهقت، انتوا شغاليني كتير، فتبتدي يقل نشاطه فيبتدي يقلل من افراز الانسولين، او ممكن يديني انسولين مش كفاءه ان يخش ويحرق ويشتغل العمليه الكبيره اللي هو
موجود عشانها، ربنا سبحانه وتعالى جابه عشان الحته دي. فهنا هيحصل البنكرياس يضطرب، ويضطر هنا يديني كمان افرازات كميه. خلينا احنا بنتكلم عن ان هو لما يتراكم في الدم بسم الله الرحمن الرحيم الانسولين، احنا عايزين نشوف سوري النتيجه، انه هيبقى بكميه كبيره، اقصد كده هيبقى بكميه كبيره جدا. فدي هتبقى مشكله عندنا، ان الانسولين يبقى عالي في الدم. مع الوقت زي ما انا قلت هيرهق البنكرياس، يقل افرازه. لما يقل افرازه يبقى فيه سكر كتير في الدم، ابقى انا اصبحت بدأت عليا أعراض السكر. عشان كده بنقول مقاومة الأنسولين بوابة السكر. خدتوا بالكم إن كلها مربوطة بالسكر عندنا. طيب، إذا في علاقة ما بين مرض السكر ومقاومة الأنسولين. أصبحت مقاومة الأنسولين ده سبب رئيسي أو جذري إن يظهر عندي مرض الأنسولين، سوري، مرض السكر النوع الثاني. حاضر، هقولها بعد المحاضرة إن شاء الله. فكده اصبح الجسم مش قادر يستجيب للانسولين. ما انا قلت لكم عنده حلين: مش مستجيب، مش كفء، ما ينفعش يشتغل عليه. عنده مواصفات ليه عشان يبتدي يتحرك جوه الخليه ويبتدي يحرق لي. هيرتفع كده السكر في الدم، الخليه رافضه قافله الباب، فكل كل السكر هيرجع للدم تاني. فدي هتبقى بداية عندي السكر وأعراض السكر. وعلى فكرة ما بتظهرش إلا بعد فترة طويلة جدا. يعني مش أول ما ببطل ويجيني مقاومة أنسولين بيبتدي يجيني على طول سكر، لا، في معدلات بتبتدي تزيد. يبقى مقاومة الأنسولين هتديني إزاي مرض سكر؟ البنكرياس هيبتدي يفرز لي أنسولين كتير من خلايا بيتا. عندي الزيادة اللي بتوصل دي بتديني مع الوقت بتتعب لي البنكرياس. فالبنكرياس يقل افراز الانسولين، فيزيد كمان عندي الانسولين وبيقل الافراز. عندي حاجتين بقى: يطلع الانسولين ويعمل لي بقى، والسكر يبقى موجود وهو مش كفء، فمش هيديني، مش هيمتص السكر كويس او مش هيحرق سكر كويس. او ان البنكرياس بيقلل من الافراز، وانا حجم المتطلبات والاكل والتغذيه عندي اعلى منه، فبرضه هيسبب مقاومه انسولين، وهيسبب مرض السكر. يبدأ السكر في الارتفاع وتبتدي الأعراض. عندنا علامات مقاومة السكر موجودة قدامكم: سمنة، أو إن أنا بعد الأكل المباشر أتعب وأحس إن أنا عايز أنام. يبقى عندي عايز التهام، كمية سكر سكريات عالية، أو يجيني اسمرار في الرقبة، طبعا تحت الإبط، وفي زوائد جلدية، في حاجات كتير جدا في الحقيقة ما حطيتهمش كلهم. وعندي تأخر ثبات نزول وزن، يعني مهما اعمل من الرجيم انا الدنيا ثابته عندي. ده اذا ما كنتش بزيد، يعني ممكن اكون بزيد يا جماعه، ما انا ما عنديش حرق فكله بيتحول دهون فبزيد، او يبقى عندي ثبات وزني. في عندنا بعد كده الاسباب الاسباب العلميه لمقاومه الانسولين: ان انا بزود كربوهيدرات وسكر، او عندي سمنه في منطقه البطن، ما بمارس الرياضه، عندي اضطرابات في الكبد، فالكبد بيديني هو كمان سكر، يعني انا عندي سكر هو بيديني سكر. التوتر بيرفع لي هرمون الكورتيزول، هرمون الكورتيزول لما يطلع الانسولين يزيد، الاثنين مع بعض، ده بيزيد فده بيزيد، فانا بجوع اكتر فاكل اكتر، وهكذا. عندي نقص المعادن، ودي دايما انا اكلم الناس فيها. ممكن يكون عندها سكر او عندها مشكله نتيجه عدم الحرق، يعني نتيجه ان عندها نقص في المغنيسيوم، نقص في الكروميوم، ودول موجودين في الفلجريت. او يكون عندي نقص فيتامين د، او يكون حاجات كتير جدا، يعني احنا ممكن نعتمد عليها ان هو جسمي ما بيحرقش، فالسكر كتير، فانا عشان كده عندي سكر. اضطرابات في النوم عشان الكورتيزول والعوامل الوراثيه اللي احنا اتكلمنا عنها. بعد كده ارتفاع الكورتيزول. هرمون الكورتيزول جاي من الغده الكظريه اللي هي فوق الكلى. دي ليها دور، ليها وظيفة انها ترفع الجلوكوز في الدم عشان توفر لي طاقة. ده الطبيعي بتاعها عشان تديني طاقة. طيب، تقلل لي الالتهابات، تظبط لي ضغط الدم،
تدعم لي الانتباه، التركيز، الوضوح العقلي، وده بيبقى عليها هي. طب انا جاني ارتفاع في الكورتيزول من كل اللي احنا قلناه قبل كده عن الكورتيزول، الاجهاد والتوتر واضطراب الكبد، فكل ده عمال يرفع لي الكورتيزول. لما يرتفع الكورتيزول بيبتدي يزيد افراز جلوكوز جديد، يعني يديني جلوكوز تاني، بس مش من الكربوهيدرات، مش بالكربوهيدرات اللي باكله كمان. خلوا بالكم من الحكايه دي. لا، بيبتدي يكسر البروتينات اللي انا باكلها. عندي بروتينات تتكسر ويديني منها احماض امينيه، او عندي دهون يديني منها جليسرول. خلوا بالكم دي كلها حاجات مش صحيه. هو يقلل. الكورتيزول ده هو اللي بيتم اخذه يعني هو ده هرمون في الجسم، غير اللي اوريدي بناخده بيتاخد اه، في غير الكورتيزون. الادويه. اه، غير الكورتيزون. الكورتيزون. اه يعني فرق بس في حرف. طيب احنا فاضل حوالي 50 ثانيه واللقاء ينتهي. هنرجع تاني على نفس الرابط اللي انتم موجودين عليه، نفس الرابط هنرجع ندوس عليه تاني. ان لكن شاء برضو الله. للناس اللي هتحصل معانا، احنا بنقول لكم لو عايزين معلومات اكتر، لو عايزين تدخلوا في محاضرات زي دي اكتر، ارجع للشخص اللي دعاك وقول له ضيفني في جروب الواتساب اللي انت عامله للوعي الصحي، علشان تقدر تكون متابع معانا، تسمع معانا محاضرات بشكل اسبوعي متنوعة ومتخصصة عن الامراض زي ما انتم شايفين، وكمان تعرف معانا الحلول الجذرية اللي قدرت تساعدنا احنا شخصيا